الانبا كرولوس ابونا يوحنا السابع. يوحنا السابع. مظبوط. يوحنا السابع. ابونا يوحنا السابع من كنيسه العذراء ارض الجلد. ايوه مظبوط، العذراء ارض الجلد. وابونا يوحنا ثابت من الناس اللي خدموا في استراليا في بدايه الخدمه من زمان قوي، وله حبايب كتير، وجه قبل كده زربط ويتمنوا ان ابونا يوحنا ثابت يعني يشوفوه في محاضره. ففي اخر زياره له دعيته لاجتماع لاجتماع السيدات. عندنا اجتماع السيدات بنعمة ربنا يوم الاربعاء، كل يوم اربعاء بقاله 13 سنة من الاربعاء مع السيدات. فكلمنا عن الخلوة واهميتها في حياة الانسان المسيحي. طبعا البابا كرولوس والبابا شنودة من اكتر الناس اللي عاشوا خلوات في الوحدة، وفي العيشة مع ربنا وفي الاختلاء بيه. وده سر من اسرار نجاحهم في الخدمة، ومن اسرار عمل ربنا معهم العجيب. فالمهم ابونا حدثنا اتكلمنا عن الخلوة، قلنا له يا ابونا تعمل لنا ايه خلوة ريتريت. وعمل لنا ايه ريتريت؟ رتبنا ريتريت وحجزنا في مكان جميل على البحر قريب من الكنيسة بتاعة الأنبا لويس والقديس بولس في الجرس. وكانت خلوة في منتهى الجمال، منتهى الروعة. ومن محبة الناس في الخلوة بعد ما ابونا كلمنا عمل لنا برنامج دسم. البرنامج ده متسجل على شريط، نشكر ربنا ان احنا سجلناه. وبعدين المدام بتاعته تسوني ما كانش جت معانا الخلوة في المرة دي. من محبة الناس في الخلوة لأنه حببنا فيها كلنا، قلنا له يا ابونا اعمل لها خلوة تاني. وفي ليلة من الليالي وهو بيرتب في الخلوة حوالي الساعة 11 بالليل حصل بينا اتصال تليفوني، وقعد ابونا معايا على التليفون حوالي تلت ساعة بنتكلم في ترتيب برنامج البروجرام بتاع الريتريت دي بتاع الخلوة. وإذا بينا في الصباح تاني يوم ابونا مخيل بيتصل بيا يقول لي ابونا يوحنا ثابت راح السما. كان طبعا خبر صادم لينا جدا. خدنا بعضنا ورحنا جري على طول على المكان اللي عايش فيه بعيد شويه عن هنا. وكان ابونا فعلا لسه واقع على الارض والبوليس جاي في السكه، ويعني المهم نتسون موقف صعب جدا. اللي حصل ان هو بالليل قام عشان يشرب ولا حاجه، فزي ما نقول جت سكتة قلبية فوقع. قامت مراته الصبح، كانوا متعودين يتمشوا الصبح مع بعض ساعات، فافتكرته قام عشان يتمشى، طلعت بره تدور عليه ما لقيتوش. دخلت تاني البيت لقيته واقع في الارض، فاتصلت بابونا مخيل وكده او بالناس الحبايب، واحنا كنا من اول الناس اللي رحنا عشان نشوف الموضوع ده. المهم باختصار الموضوع ان الاباء شافوا ان ابونا يروح يتصلى عليه في الكنيسه بتاعته في وسط شعبه، واب كاهن ينزل مع زوجته ومع يصلي جنازه معهم في مصر. والحقيقه انا شخصيا كنت ارتبطت بيه ارتباط محبه، ولو اني ما كنتش اعرفه قوي زمان، لكن في الخلوه دي وفي الوقت القصير ده ارتبطت بيه ارتباط حلو خالص، ارتباط محبه. فالاباء رشحوا لي ان انا انزل معاهم في المهمه الصعبه دي، وفعلا كانت بركه عظيمه ليا
ان في يوم الصلاة بتاعة الجناز او الجنازة بتاع ابونا اللي حضرها الاب بخد المقام وحضرها كتير من الاباء الاساقفه في نفس اليوم. الجنازة كانت حوالي الساعة يمكن الظهر كده 2 3 في العصر بتاع ذلك اليوم 17 مارس جاء الخبر بتاع انتقال البابا شنودة لسه. الأمر الذي سمح به بي الرب الحبيب حنون عشان اخد بركة البابا شنودة في كل مراسيم نياحته، بكل مراسيم نياحته وعرض جثمان وعشان الشعب كله ياخد بركته. الجسد اتعملت من اجله، وقداس النياحة وقداس الصلاة عليه خطوة بخطوة ربنا سمح لي اخد ايه بركته بصورة عجيبة. مش قادر الوقت مش هيسمح ان اسمح التفاصيل بتاعتها او التفاصيل بتاعتها، لكن هقول اخر حاجة ما كنتش احلم بيها ولو اني كنت اتمناها. بعترف عند سيدنا الانبا سربامون اسمه دير الانبا بشوف في اليوم اللي قبل الجنازة على طول، اليوم 16. وبعد ما اعترفت قلت له سيدنا بعد الجنازة ممكن احضر الدفنة. احضر ايه الدفنة فين؟ في دير الانبا بشوف حسب الوصية بتاعته. هو حكى لي بقى ازاي خلى سيدنا البابا يكتب وصية انه يدفن في دير الانبا بشوف. كانت قصة دي حكى لي بالتفاصيل بتاعتها، وهو كمان يعني قال له انا عايز يعني اكون معاك في المدفن ده، حاجه زي كده. فسيدنا كتب الوصيه، قلت له مش ممكن يعني انت الدفنه دي كمان؟ قال لي يا ابونا ازاي؟ ده احنا بعد الجنازه هناخد طياره هليكوبتر هتودينا في نص ساعه نكون في الدير. هتلحقنا ازاي يا ابونا؟ ما قاليش لا الراجل، ما قاليش لا، لكن عايز يقول لي ان هو ده ايه مستحيل. لا مستحيل، من سبع مستحيل. اللي حصل ربنا رتب لي ان انا بايت عند حد من قرايبي في الليله دي بشرط ان يوديني قداس بدري احضره. جوز بنت خال ولا بنت خال حاجه زي كده. المهم قمنا الصبح بدري ولقينا شارع رمسيس ده متقفل من عند الكوبري، مش عارف بتاع ايه، في قبليه كوبري كده بشويه كنت نازل في محطة مصر، متقفل الشارع بايه؟ بحواجز، والرصيف بقى مليان ناس ماشيين لابسين اسود رهبان وكان، وانا راكب العربيه مع قريبي ده ما كانوش بيدخلوا غير مين؟ الاباء الاساقفه بس. ما اعرفش ازاي افتكروني اسقف ولا ايه، راح فاتحين السكه او في عربيه اسقف ورايا لازم يعدوه فلازم يفتحوا لي عشان ادخل. فرحت داخل، نفس الحكايه اتكررت عند البوابه الخلفيه العباسيه، وزحمه رهيبه بقى من الفجر. ودخلنا بالعربيه وجرشنا العربيه قدام باب الكاتدرائيه بين المبنى بتاع الرئاسه الدينيه وبين الكاتدرائيه. وحضرت القداس من اوله، وبعد القداس كانت في فتره بعد القداس كانت في فتره حلوه قوي اتقابلت فيها مع معظم اباء الاساقفه اللي ليا ليهم صله محبه وانا عارفها من زمان قوي، من قبل الكهنوت او من بعد الكهنوت. حضرت القداس قبليها يوم الحد، كان يوم حد ربنا سامح حضرت الفيوينج برضه، كانت صليت قداس في الارض الجل، وابن ابونا مع العربيه وصلني، وكنت رايح اناول خالي مش عارف المعادي، قلت له نفوت على الكاتدرائيه. شفت الفيوينج يوم الحد كان اخر بركه واخر جميل. يبقى خدت بركه الفيوينج، خدت بركه القداس الصبح، خدت بركه الجنازه، وبعدين كنت متفق مع حد من ولادي ان يقابلني من هو الكشافه من اسكندريه، يقابلني في دير الانبا بشوي واحنا راجع
ياخدني في الأنبا بشوية يرجعني اسكندرية. الكلام ده حصل ازاي؟ جينا نطلع من الكاتدرائية، شوفوا دخلنا بسهولة ازاي، لكن ايه دخول الحمام مش زي ايه؟ مش زي الدخول. جينا نطلع لقينا اتوبيسات وعربيات. عمل ما طلعنا من الكاتدرائية بعد الجنازة خدنا يجي ساعة. ورحت عند قرايبي دول واتغديت واستريحت وشربت شاي، وجينا في العصرية نازلين عشان ايه؟ يوصلني دير الأنبا بشوية. وأول ما دخلنا عند المداخل لقينا عالم ايه؟ وعربيات ايه؟ ونفس اللي حصل تاني عند البوابة، ما كانش بيدخلوا برضه غير مين؟ الأسقفة. وبعدين قريبتي دي بنت خالد شير الله يرحمه، دي مش شاطرة، مش دي بنته، بنت خالي على طول. المهم قاعدة ورا، وبعدين الأخ الشاب اللي قاعد على البوابة ما دخلش لنا بقى سقف. أنتوا أبونا من استراليا. دخل انها بتقول له ايه؟ اسقط من السقف. طبعا فتح البوابة ورحنا زعيمين. المهم وصلنا عند عالم ايه في الدير، وشرطة عسكرية كلهم لابسين أحمر في أحمر كده، البريد بتاعهم أحمر. والمهم ربنا كان مسهل لي السكة بطريقة عجيبة، ويوسعوا لي السكة امام الله. صدقوا دخلت جوه الدير وباختصار شديد شويه، وجه الاب بخميس النبوس حبيبي قوي، رحت ماسك في ايده ومدخلنا لغايه فين؟ لغايه باب المدفن. لقيت اب كاهن واقف على الباب. اب كان عايز يخش ما دخلهوش، ما كانش بيدخل بقى قله قليله جدا. اللي حصل ان الطياره اتاخرت 6 ساعات. 6 ساعات ايه اللي بيحصل؟ 6 ساعات الطياره اتاخرت 6 ساعات. المهم بعد كده حصل ايه؟ ان عرفت اخش مع الانبا بخميس حبيبي. بعد كده جه الانبا صرمونه باعتراف، برضه الاب كان واقف، لو دخلت انا دخل الاب الكاهن، محدش بيخش خالص. الاب الكاهن يأس وراح ماشي، وقلت انا واحد. عارفين مين اللي دخل المدفن؟ مين؟ البابا شنودة. ازاي؟ شويتين وجايين شايلين الكفن بتاع البابا شنودة، وانا واقف على الباب. الباب اتفتح، فرحت معدي من تحت ايه؟ من تحت جسد البابا شنودة. دخلت المدفن لقيته مليان كيس انبا سريال بقى بتاع حبيبي طبعا نسوان عارفين سيرة تجيب، والانبا يؤنس، وعدد قليل من الاباء الاسقفه اللي قدروا يوصلوا في الميعاد ده. يوصلوا ازاي؟ يوصلوا اكيد بالطيارات او حاجه زي كده. احبائي البابا شنودة بقول دلعني اللي يحدو اكتر من والبابا شنودة حي، والبابا كرولوس حي، ما عندناش حاجه اسمها موت. خلاص انتهى من القاموس بتاع الكنيسه بتاعتنا حاجه، ليس هو موت لعبيدك بل هو ايه؟ وكلنا دلوقتي بقينا اولاد ايه؟ ولاد الاب السماوي. ولما كلنا نيجي نصلي نقول ابانا الذي ايه؟ فين؟ في السماوات. احنا ناس سماويين. لما نخش الكنيسه اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام فين؟ في السماء. كل مره تيجي الكنيسه بنستعد ونعد نفسنا كل سنه طيبين، وربنا يبارك فيكم ويخليكم لينا، وان شاء الله نشوفكم كل ايه؟ كل شهر مره واحده بس زي بعض. الضيوف بتوعنا بنرحب بيهم، وبنشكر الجماعه الاسكندرانيه اللي امرنا بالعشاء النهارده. وعلى فكره لكن فيري شورت نوتس بالنسبه لهم انهم يعملوا لنا العشاء، بصراحه ما كناش لاقيين حد يعمله. عشاء المحبة. العشاء المحبة غير العشاء الشهري بتاعنا، ففي نوعين من التذاكر. يوم اخت بتوزع التذاكر بتاع العشاء الشهري بتاع الشهر الجاي، قبل هيبقى افطاري على فكرة فرصة طيبة. وفي عشاء المحبة الاغاني دينر بتاع الايه؟ بتاع الفوكس. كل عشاء الفقير اللي بيبقى في الاسبوع الجاي في ايستر اكيد في
المؤسسه بتاعتنا